اللي قالت لك بقلاوة الكاوكاو ماشي بقلاوة كذبت عليك. بقلاوة الكاوكاو من أروع البقلاوات وأرخصها وروعة بنتها ولا أروع. كما راكم تشاهدوا معايا حبيبتي بقلاوة بدون توراق ولا بدون آلة التوريق، غير بيدك حبيبتي وانتي درتي هذه التحفة الفنية. شوفوا ذاك التوراق كي راه باين، من أروع ما يكون، غير بيدك حبيبتي وانتي ورقتي. شوفي الحبيبة شوفي، مقادير مضبوطة، كل شيء راح يكون بالميزان حبيبتي. ما عليك إلا أنك تجيبي ورقة وستيلو وادخلي معايا. يلا بسم الله وعلى بركة الله نبداو هالوصفة الأكثر من رائعة، هي بقلاوة الكاوكاو. كقاعدة تديها من عندي دائما نبداو بالصينية. هنا عندي صينية 30 على 30 اللي هي تضربي 30 في 30 تجيك 900 غرام. 900 غرام وشنو 900 غرام كل من كاوكاو، العسل والفارينة. أنا للأمانة درت كل شي كيلو، لأنه عندي الكاوكاو كيلو، درت كيلو فارينة، كيلو كاوكاو، كيلو عسيلة، وكذلك السمن يجي نصف الكمية اللي هي تقريبا 500 غرام سمن، يعني بين توراق وبين لابات. أهنا حبيباتي كما راكم تشاهدوا وزنت الكاوكاو نتاعي، وزنته كيلو عفوا كيلو، طبعا كيلو. الضعف نتاع الكيلو تدي الضعف نتاعو اللي هي 250، فهمتوني؟ 250. هنا عندنا 900 225 عفوا 225 سكر. شوفي عندكم كيلو فارينة كيلو كاوكاو تقابلها 225 سكر. كيلو كاوكاو 225 سكر. شوفي حبيبتي ديتها مباشرة، زدت هنا رحيتها في الأشوار. كي وشن هي يعني فايدة أنك تعاودي ترحيه، أنه هذه الحشو نتاعك يتعسل ويذوب السكر، ولما ديري في البقلاوة ما يجيكش يابسة الحشوة، وكذلك يذوب معاك وما يبقاش محجر. أنا ضفت لها 3 ملاعق نتاع أسمن قبل ما يفوتوني. طبعا درت قرصة الملح ودرت لافاني، يعني كل راه قدامكم، لكن أنا نحب نوضح هذيك اللي كنت درتها لافاني وقرصة الملح و3 ملاعق نتاع أسمن. حبيبتي قلت لكم الكاوكاو وزنته 900 غرام مع 225 تاع سكر، عاود رجعتهم للأشوار، زدت عاود ترحيتهم كما راكم تشاهدوا، ونبقاو هكذا نبسو فيه مع السمن. من بعد نبداو ندخلو في المزهر كما راكي تشوفي بهالطريقة حتى يتشمخ معاك ويرجع كما الطعام. شوفي حبيبتي لا حبيتي الحشو نتاعك يجي مليح، ما ديريش المزهر ما تكثريش، خليه شوية ناشف كما الطعام. خليته على جهة ورحنا اللابات. شوفوا معايا لابات واش راح ندير. عندنا كيلو نتاع فارينة نديروا له تقريبا 250 مرقة سمن. أنا ندير السمن، ندير ديما المدينة، ياك راني وريت لكم في لايف باللي ندير المدينة. عندنا كيلو فارينة 250 سمن. هاي لكم كيلو فارينة. شوفوا هذه سفينة كذلك رائعة، يعني هي والله رسيم بدون يعني بيبليسيتي، بصح هايلة. حبيبتي كيلو فارينة غربليه برك، يعني لازم تغربليه. كل ما تغربلي الفارينة نتاعك لاباط نتاعك تجي هايلة وتجي خفيفة بهذه الطريقة. من بعد نديرو قرصة الملح، هاي ليكم اللي لازم ضروري، وكذلك نديرو عندنا قرصة الملح وعندنا لافاني، ديما نديرو لافاني بهذه الطريقة. ولا عندك بودرة واش اسمها زهرة البرتقال تجي خير وخير، نديروها نفرغو مباشرة هذاك السمن. شوفوا معايا نضيف له مباشرة المزهر. أنا هكذا ندير البقلاوة نتاعي ما نبسسهاش وتجيني من أروع ما يكون. حبة البيض، يعني حبة البيض مش ضرورية بصح يعني تعطي فرق بينها أنك ما ديريهاش. من بعد نحكمو كيلة نتاع ما، كيلة كاملة نتاع ما، ونبداو بهالطريقة حتى نتحصلوا على عجينة. شوفي العجينة هذه لأنه راح نحلوها غير بيدنا، ما تخليهاش مطلوقة، يعني ديريها حاكمة. شوفوا كيفاش راهي حاكمة. شوفوا شو بقى لي من الكيلة، بقاو لي واحد 4 مغارف ولا 5.
يعني بقات لي قريب ربع كيلة. نرجعوا لهذاك نخلوها ترتاح العجينة، ونرجعوا لهذاك الكوكاو نتاعنا. شوفي هنا راني درت له لافاني وما درتلوش عطر اللوز، أنا ما نحبش نخدع. هنا حبيبتي لقيته يعني مازال مشمخ، إلا لقيتيه نشف في هذه الفترة مباشرة روحي زيدي ديري له المازها. نجيبوا العجينة نتاعنا درك تشوفوا نقسموها إلى لتحت نديرو 6 أقسام، دائما نديرو 6 والفوق نديرو 5. دوك تشوفوا معايا، شوفوا العجينة ارتاحت ورجعت روعة روعة. دوكا نقسموها هاي ليكم، يعني تجيب شوفي أنا عيني ميزاني، وانتي حبيبتي إلا بغيتي توزني وزني العجينة كاملة، ومن بعد اقسميها على زوج، كل قسم زيدي وزنيه، ومن بعد هذاك القسم اقسميه كل واحد على واش تقسميه. كيما هذا أنا قسمته على 7 والآخر حبيبتي قسميه على 6 على 5، هذا على 6 والآخر على 5، فهمتوني؟ واحد قسمته على 5 وواحد على 6 هكا باش ندير 6 طبقات من التحت، لأنه التحتاني ديما تخافي تكسر لك الطبقة التحتانية، تخافي تنحرق معاك، تخافي ديما ديري 6 ولا 7، والفوقانية ديما ناقص عليها وحدة. هنايا كورتهم كيما راكم تشاهدوا حبيباتي، من بعد رحت درتهم في ساشي هكذا باش ما يتكونتاكتيش مع الهواء وما ديرلناش القشرة. تبعوا معايا، على بالي راح يجيكم الفيديو شوية طويل، لكن حبيت يعني نوصل لكم الفكرة نتاع البقلاوة باش ترجعوا كامل حبيباتي يعني محترفات فيها. أنا حبيبتي بعد اللي فاتت تقريبا ساعتين عليها، يعني درتها ورحت يعني درتها ورحنا فطرنا وراكم تعرفوا تغسلوا الماعن ودرنا وصلينا. كي كملت كامل في الليل جيت هنا نواسي فيها. شوفوا كيفاش لقيتها، يعني تبارك الرحمن وكأنك تلقتيها. شوفي لو تطلقيها بزاف في الأول يعني هنا راح ما تساعدكش، دركا تفهموني ما تساعدكش في الحل. احنا دائما الاقتصاد نحكم ذاك الساشي نفتحو ونديرو مباشرة فوق في الصينية. أنا نحب نوري لكم كل شيء كأني على طبيعتي. هنا مباشرة نحكموا المايزينا، وكنت نقول لكم بلي نفتح ونحط قدامي مباشرة. شوفوا هذه المرحلة الأولى، شوفوا شحال تحلوهم، يعني حلوهم غير بشوية بالمايزينا، يعني ما تكثرش بزاف المايزينا، لأن المايزينا حقيقة يعطينا التوراق لكن كذلك يبس لنا العجينة. هنا شوفوا راح نحلوها سمك يعني شوية غليظة، مش راح نديروها رقيقة. تشوفوا معايا تفهموا بهذه الطريقة. نحطها مباشرة فوق خوتها اللي كنت دارت لها شوية نتاع مايزينا. دوك نزيد ندير قليل من المايزينا، ما تكثريش، مسحة فقط، ونكمل كامل يعني كامل هذوك الخبيزات نكملهم كامل. حبيتي كنتي ديريها في صينية دائرية ديريها حبيبتي، أنا درتها في صينية كيما شفتوا معايا في الأول 30 على 30، خرجت لي تقريبا 39 حبة إلى 40 حبة، والله ما حسبتهم. اللي بغات تحسبهم يعني تشوف لما نقطعها تحسبها، والله ما حسبتها. الحساب للشيطان، أنا نحب نخدم ما نحسبش درت شحال من نوع نتاع حلويات، والله ما حسبت، يعني غير نحط عيني هي ميزاني دائما. هنا نكمل كامل. شوفوا شحال راني ندير المايزينا، راني ندير غير شوية مايزينا، يعني ما رانيش نكثر في المايزينا. هنا نسرع لكم شوية الفيديو باش ما يجيكمش طويل وميم طون ما نحي لكم حتى اللقطة. هنا نكمل كامل هذوك الطبقات اللي راني ندير فيهم. نزيدو نروحو للصينية ندهنوها بقليل من السمن. هنا أنا الصينية للأمانة شريتها جديدة، ما حكيتهاش تعودو تقولوا يعني حكاتها ورجعتها تشعل هكا. لا حبيبتي، أنا هذه أول مرة راح نطيبها فيها مزية. راني دايرة السمن وأنا نرفع الصينية نبان كيما غرفة أم وليد، هي صينية أم أيوب والله صينية نوال كيتشن. هنا حبيبتي بعد اللي قعدت تقريبا ساعة وهي ترتاح، يعني أنا في الليل نبقى نخدم حتى للفجر يعني باش نكملو. شوفي هنا حبيبتي مباشرة بعد اللي طلقت روحها رحت نحل فيها غير بالعقل. شوفوا كيفاش سكمت هذوك الجهات اللي كانوا طايرين، حاول أنا ندرك دائما على لي كوتي، ومن بعدها نبدا نحل من الوسط ونطلع ومن الوسط ونهبط.
هذه هي سواء في لاباط فيتي ولا في هذو الأوراق باش ما يهربوش من بعضاهم. يعني شوفوا هنا يجوا كامل الأوراق في يعني قد بعضاهم ما يهربوليش، يعني ماشي يبقاو لي في الوسط ورقة في الوسط وورقة يعني بعيدة. شوفي هنا حليتها، شوفي حليها على السمك تقريبا 1 مليمتر. شوفي 1 مليمتر. هنا راهم كاينين 6 طبقات. شوفي حبيبتي هنا راهم 6 طبقات. شوفوا شحال رقيقة. ما ديري حبيبتي لا ماشينة مظالي تعيفي روحك مظالي بالوحدة. شوفوا هنايا العجينة راهي رقيقة ما شاء الله وتجيك من أروع ما يكون، وراح تفرحي بها وتفرحي ضيافك إن شاء الله يوم العيد. اللهم بلغنا العيد يا رب العالمين، لا فاقدين ولا مفقودين. شوفوا كيفاش جات والله واحد العجينة من أروع ما يكون. شوفي هنا دوكا نقدم لكم تشوفوا كيفاش نسووها. شوفوا يعني تجي مباشرة خير ما كنا بالماشينة ديري طبقة طبقة طبقة، يعني قاع ديبون 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 باش يعني تبقاي فيها شحال. شوفي عندك هذه يعني هذه البقلاوة ديريها في الحل هكذا ماشي في العجينة، خليها ترتاح يعني لما تكوني تخدمي فيها عندك يعني الماكسيموم ربع ساعة، والله ربع ساعة انتي كملتيها. شوفي ربع ساعة كملتيها. أنا فقط بالتصوير وسكمي منا وما لازمش تباني منا وما لازمش تبان هذه شغل شوية طولت. شوفوا هنا راني نسكن فيها ومن بعد ندهنها بالسمن. السمن اشاك فوا دفيه أنا كل دقيقة نديرو في الميكرووند نذوبو ونعاود نخرجو. شوفي حبيبتي امسحي بالبانسو، امسحي لي كوتي بويسك ثاني نحبوهم يتورقوا الوسط وما ديري والو لا مايزينا ما ديري والو. يعني كيما كنت نحل فيها كنت ساعة ساعة نفض هذيك المايزينا باش ما تبقاش. قلت لكم المايزينا لما تبقى والله يعني تعطي واحد اليبوسية تيبس لكم البقلاوة. شوفي هنا كيفاش نحيوها، شوفي بكل سهولة رغم أنه ما كاش بزاف المايزينا بصح العجينة كي عدنا ماناش ميبسينها. شوفي كي جات شابة. دوك نزيد نحطها قدامكم. شوفي هنا ولا أروع. شوفي هنا كيفاش جات ما شاء الله تبارك الرحمن. أسهل من هذه ما كاش والله واش قال هكذا. يعني لا كاين بقلاوة سهلة على هذه ربحوا وروها لي. يعني هذه يعني سهلة في المليحة ماشي تاع طبقي وحطي، يعني هذه سهلة في المليحة في الواعرة، سهلة في الواعرة. هنا حبيبتي نحاول كيفاش نخرجو كامل الهواء اللي راه لداخل لأنه يجي كاين هواء يدخل كيما راكي تشاهدي بالعقل حتى نتحصلوا على الجوانب. من بعد نحكم كي يغدو ولا عندك يغدو وبداي ثقبي به. هنا راني نسوي في هذوك الأطراف. هنا لا عندك يغدو شوفي هنا تثقبي خاصة وين تلقاي هذوك لي بول حاولي تثقبيهم وندهنوا بالسمن ونكملوا كل الطبقات بهذه الطريقة. دوك نسرع لكم الفيديو باش هكذا. شوفي هنا يا حبيبتي هاني غير بالعقل ونفتحها ونحيها. شوفي هنا شفتوا النفس كيفاش راه منفخ. هذاك التنفاح هو اللي يخلي البقلاوة يعني لما تكون طبت تطرطق يعني تتنفخ معاك من بعد تهرب على الصينية وما تتحمر لكمش من تحت. هنا حبيباتي شوفوا نحيو هذوك الزوائد. هذو الزوائد راني درت لكم بهم وصفة رائعة ان شاء الله الفيديو القادم راح نحطه لكم. شوفي هنا تلميهم تخبيهم. دائما احنا الاقتصاد معنا ما نبذرو ولا شيء. انا من زمان ندير البقلاوه نديرها لاباط تاعها نديرها ماشي قريوش كي الخشخاش نديروها اللي راح نحطها لكم خليها لكم مفاجأة. هنا حبيبتي نرجعوا لهذاك الحشو نتاعنا. إلا لقيناه مخصوص نتاع خاصو شوية نتاع مزهر نضيفولو، لقينا هذاك هو ما نضيفولوش. هنا راكم تشوفوا كيفاش راني نفتح فيه كيما نفتحو الطعام. هذه العملية بتخليش الكوكاو نتاعنا يتحجر في الحشو ويبقى هكاك وما يشربش العسيلة. لازم حنا حابين البقلاوة نتاعنا تجي معسلة على القلب. هنا نضيف شوية قليل فقط من المزهر، يعني هذاك هو القوام اللي نحوس عليه ولا الحشو هذاك هو واش نقول لكم
يعني هذا هو الحشو اللي راني نحوس عليه، ما يكونش مشمخ معجن وما يكونش ناشف، هكذا نخدمو مليح. بعد حبيبتي مباشرة نديرو في السنيوة. حبيبتي ما تقوليليش جاني بزاف الفيديو طويل ما قدرتش نشوفه، والله فيه بزاف فوائد هذا الفيديو وراح تستفادي بزاف حبيبتي. انا راني تعبانة والله، يعني اليوم كيما اليوم راني ما درت، يعني راكم شفتوا معايا كنت في اللايف ومن بعد كملت درت الحلوى ودرت شحال من حاجة، شحال من حلوى باش نحطهم لكم بإذن الله. والله حتى للفجر دركا صلينا الفجر وراني في بلاصتي ندير لكم في المونتاج باش هكذا نكمل ونروح مباشرة نخليه يطلع ونرقد، لأنه الكونيكسيون عندي عيانة من يطلع ليش تمثم. شوفي حبيبتي كيفاش كنت وزعته كامل على الصينية، ونعطي لكم هذا السر اللي بالك بزاف حلوجيات ما وراوهش، لكن هذا هو السر اللي يخلي الطبقة اللي من الفوق ما تطيرش على الحشو، اللي هي سكر جلاسي، تغربلي عليها سكر جلاسي ولا ترشيه بالماء. شوفي عندك دي يعني زوج طرق، يا ترشيه كيما راني رشيته بالسكر جلاسي، ولا حبيبتي ترشيه بالماء يعطيلك نفس النتيجة، ما يخليش يعني خلي لاباط تلصق مباشرة في الحشو. شوفي هنا حبيبتي هذه الطبقة العلوية اللي كنت وجدتها كذلك وحطيتها ترتاح. شوفي هنا أنا طول نضغط على ليكوتي ومن بعد نبدأ نحل من الفوق للتحت، من التحت للفوق بهذه الطريقة حتى نكملوا الحل كامل. شوفي معايا هنا نزيد نقلبها، في كل مرة نقلبها ونحل، في كل مرة نقلبها ونحل، حتى حبيبتي نتحصلوا على تقريبا 1 مليمتر نتاع العلو. هنا شوفي حبيبتي نبدأ نحي فيها بالعقل هكذا حتى شوفي هنا العجينة هذه تبارك الرحمن. شوفي ما شاء الله، تبعي الطريقة بحذافيرها والوصفة والعجينة بحذافيرها، والله راح تفرحي وتفرحي عائلتك. شوفي هنايا دركا تجيكم سهلة لأنه الحشو راه زاد طلعها، هنا تجيكم سهلة في لما تبداي تحطي فيها. هنا شوفي كيفاش تسويها مليح وتخدمي. يعني الصورة راهي تعبر عن نفسها. شوفوا حبيباتي بالك يجيكم الفيديو طويل، لكن أنا تعمدت أني أخليه طويل باش هكا ما نلقى حتى سؤال في الفيديو، وكذلك المبتدئات يفهموا الطريقة اللي نخدم بها. شوفوا أسهل من هذه البقلاوة ما كاش، يعني نضمن لكم ونأكد لكم أنكم راح تديروها وعينيكم مغمضين، راح تديروها وترجعوا محترفين فيها. عطيت لكم كل الأسرار اللي خباوها عليكم شحال من يوتيوبرز وشحال من ورشات. هذه هي الوصفة اللي يخدموا بها أصحاب المشاريع ولا أصحاب الورشات، وهذه هي الوصفة اللي تجيك بقلاوة مورقة كما كنتي تشوفي معايا في أول الفيديو، تجيك كروستيونت تداين معاك مدة طويلة، روعة روعة. أقول لك حبيبتي جربيها بهالطريقة راح تدعي لي. شوفي حبيبتي لما تكملي كامل التورق هذا، شوفوا يعني الطريقة راني غير نفتح ونحط وندير بيناتهم السمن، من بعد نحكمو نزيرو مليح لي كوتي. علاش تزيري؟ باش العجينة ما تعاودش ترجع لأنها إلاستيكي. ومن بعد كيفاش ديري بالحلال تنحي كامل هذو الزوائد، كما كنت نقول لكم الزوائد هذو راح نزيدو نديرو بهم وصفة، يعني حاجة ما نرموها وحاجة من بذروها. شوفي هنا حبيبتي أبدا عمرك ما تروحي تقطعيها غير تكملي تروحي تقطعيها، عمرك ما تروحي تقطعيها. علاش؟ لأنه مازال الجلوتين يخدم فيها وما زالت يعني ما حطتش. حكميها بالكيردون تقبيها باش كامل الهواء يخرج منها، خليها. أنا خليتها صراحة حتى فطرت وكملت وليت ليها قطعتها، غطيتها بساشي يعني باش ما تيبسلناش هذيك القشرة، وعمرك ما تدهني وتروحي تقطعي. كذلك راح السمن هذا كي تدهني وتروحي تقطعي راه يخسر لك لا فورم نتاع الحبة. شوفي هنا بعد اللي ارتحت وحكمت روحها وذاك السمن جمد ووصل، حكمت انا عندي هذا طابع المربع. انتي ما عندكش حبيبتي حكمي مسطره نتاع 30 تاع الاطفال وخدمي بها، يعني ديري العرض نتاعها وبداي حسبي 4 سنتيمتر وديري هكذا مربع. حبيتي ديري معينات، حبيتي ديري. شوفي انا عطيت لك غير لا باز نتاع البقلاوه، واما التقطيع ولا التزيين
يبقى ليك اختياري حبيبتي. روحوا دخلي الفيديو مقبل راني درتها لكم على شكل طويل، وان شاء الله راح نزيد نديرها لكم على شكل معين لانه عندي كوموند وراح نزيد نخدمها ان شاء الله. نوريكم غير طريقه التقطيع برك نتاع المعين. دائما نقول لكم للمبتدئات هنا تحكمي الطابع نتاعك شغل ترشمي به من الفوق برك، يعني ما توصليش حتى لتحت باش ما يخسرلكش الحشو. غير كيما راكي تشاهدي شوفي حبيبتي، غير تحطي من الفوق يعني تراسينا برك المربع وين راه جاي، يعني باش يجونا الحبات كامل قد بعضهم. هذا المربع راه 4 سنتيمتر ولا 3.5 سنتيمتر على 3.5 سنتيمتر، يعني موش كبير، يعني يجي قد حبة الجوزة. أنا ما حبيتش نكبّرو بزاف وما حبيتش نصغّرو، يجي قد حبّة الجوزة. شوفي هنا كيفاش تبداي تقطعي كامل لي كوتي وتهبطي حتى للتحت. لي شيت ما يجوكش بزاف، يجوك غير شوية، يعني هذه هي اللي تكسبي منها. يعني الصينية دير لك ما شاء الله تبارك الرحمن والله ما حسبت. يعني انت راك الفيديو قدامك وحاسبي وتجي روعة. شوفي هنا كيفاش راني حاكمة، علاش راني حاكمة الموس بيدي من الفوق باش هذوك الطبقات ما يخرجوش، المكسرات اللي راهي لداخل ما تخرجليش على برا. تحكمي البانسو تدهني من الفوق، ما تكثريش بزاف لانه رانا درنا في الطبقات. هذه ماهيش لاباطا فيلو، لو كان راهي لاباطا فيلو نديرو تقريبا كاس نفرغوه لداخل، لكن هذه رانا في كل طبقة رانا درنا سمن، يعني ما تكثريش بزاف. هذه هي تدهنيها غير من الفوق. ومن بعد هنا واش ندير انا في هذه المرحله اللي نخلي البقلاوه نتاعي تبات، العجينه ما نخليهاش تبات، نخليها ترتاح. لكن هنا كي ندير كل شيء نغطيها ونخليها تبات. شوفي هنا كيفاش حنغطيها وخليتها حتى جمد هذاك السمن باش درت لي ساشيه، ومن بعد نخليها هنا تبات. الغدوه من داك الصباح تنوضي تسخني الكوشه نتاعك مليح. لازم البقلاوه كي تدخل للكوشه تلقى الكوشه سخونه، يعني ما تشوكاش. من بعد اللي تسخن تحمريها من تحت، قيس ما تشوفي لي كوتي ذهب ولا ذهبي ولا بات جبدت على الصينيه يعني تكمشت، مباشره نشعلي لها من الفوق. انا هنا كنت درت لي كيردون لكن ما كفاونيش، يعني باش ما يطيرلكش. علاش درت لي كيردون؟ باش ما تطيرلكش الورقات من بعضهم، لكن للامانه ما طاروش لاني واش راني درت لاستيت تاع السكر رطب في الحشو، هكا ما طاروليش الورقات من بعضهم. هنا نعسلها انا بعسيله بيور. حبيبتي خفتيها تجيك شويه يعني حاكمه روحها ولا ما حبيتيش هذيك لا كروسيونس في البقلاوه، حبيتيها تكون ديك طريه بزاف، هذه العسيله ضيفي لها المزهر. انا للامانه باش تداين معايا وتبقى طريه لي كروسيونت لاطول مده حبيبتي وما تطرش معايا وما تنطلقش معايا، ما نضيف ولا شيء لانها نتاع العيد، نخليها كيما راهي. ندير هذاك العسيله يعني بير كيما راكي تشوفي فيها. درت كيلو، شوفي عندنا كيلو كوكاو، كيلو فارينة، وكيلو سمن، عفوا وكيلو عسيلة و250 سمن. شفتوا يعني مقادير مضبوطة. تجيك هذه الصينية تقريبا فايتة تقريبا 40 حبة. هذه هي كنت تلميها بالساشي اليمونتير، تخليها تزيد تبات تشرب العسيلة هذه كاملة. لازم كي تنحي حبة ولا تجربي تنحي لي شيت تلقاي سنيوة ما فيهاش العسيلة، هنا تعرفي باللي راهي البقلاوة نتاعك شربت العسيلة فيما فيه الكفاية. هنا كانت معايا ملعقة جليكوز، ضفت لها ملعقتين عسيلة غير باش نلصقوا هذاك الجوز ونلمعوا حبة الجوز. هذا ما كان. تحبي تستغني على هذه المرحلة ديري غير عسيلة يلصق معاك، لكن يعني غير ينشف العسل طير، لكن الجليكوز راح يكوليها شغل يخدم خدمة لاكول، يلصقها لك مليح. وهذه هي النتيجة اللي كانت أكثر من رائعة. نتمنى تعبي ما يروحش خسارة، وهذا الفيديو تعطوله حقه من المشاهدة لأنكم والله حاكرين بزاف القناة نتاعي، رغم راني نعطيكم ما شاء الله تبارك الرحمن، نعطيكم كل ما هو مفيد وكل ما هو يعني نافع. من فضلكم الأحباب أنكم ديروا لي جيم وتعليق شابة كيفكم، رانا نتعبوا. راكم شفتوا في اللايف خدمت معاكم العرايش، خدمت معاكم كيكات مسكرين. بإذن الله راح نحط لكم فيديو على حدة ونوري لكم طريقة التزيين
إن شاء الله كل فيديوهات راح يكونوا حاضرين بين اليوم وغدوة إن شاء الله. عطونا طول العمر وعطونا الصحة اللي باش نقدروا نديروا معكم الفيديوهات. شوفوا النتيجة كانت أكثر من رائعة. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. بالك راح نكون معاكم اليوم كامل، يعني تقريبا 3 فيديوهات في النهار فقط باش نوصل لكم كل الفيديوهات اللي راني نخدم فيهم قبل العيد إن شاء الله. ما عليك انت حبيبتي غير تشري المكونات وارواحي الحبيبة معايا. هذه هي النتيجة اللي عطاتني، ونتيجة رائعة رضاتني، كانت نتيجة روعة. يمكن الصورة ما عطتلاش حقها، لكن والله توب دو توب. يعني جربوها مش راح تندموا، وتعرفوني لما نقول لكم الوصفة روعة روعة. يلا سلام.